قبل مواجهة كرواتيا، وآخر تدريب للمنتخب المغربي في كأس العالم في هذه النسخة الاستثنائية التي حقق فيها المنتخب المغربي مشوار أكثر من رائع. 26 لاعبا متواجدون هنا، ليس هناك غيابات إلى حد الآن، لكن الملاحظ أن أسماء بقيمة القائد رومان سايس، أيضا مرابط، ومن شاهد أيضا نايف أكرد يرتدون حذاء الركض غيرهم عن باقي اللاعبين، وبالتالي لن يلمسوا الكرة، وهذا مؤشر قد يجعلهم يغيبون عن مباراة الغد باعتبار أنهم عانوا من الإصابات في الفترة الأخيرة. وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي الأخير وأيضا في المقابلة الأخيرة التي أجريناها معه في بعد الانهزام أمام فرنسا قال إنه سيمنح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة في هذه المباراة بما أنهم لم يكونوا أساسيين، رغم أن وليد الركراكي معروف عليه أنه لا يغير في التشكيلة وفي الأسلوب. أيضا هناك نقطة مهمة حسين، أن المنتخب الكرواتي سيكون أكثر راحة من المنتخب المغربي باعتبار أنه أنهى مباراته في دور النصف النهائي يومان قبل منتخب المغرب، وربما تكون فارقة على المستوى البدني. يومان وشوط إضافي أيضا، لأنه عمليا المنتخب الكرواتي أنهى مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني في نهاية الشوط الأول. راحة لبعض اللاعبين، لكن أيضا بالنسبة للمنتخب المغربي الفوز بالميدالية البرونزية هو إنجاز كبير، فرصة أيضا للاعبين آخرين. الحافز كيف يبدو في أروقة المنتخب المغربي؟ أنت مع هؤلاء اللاعبين، مع المنتخب منذ ما قبل انطلاق كأس العالم هنا في قطر. المعنويات عالية، الرغبة كبيرة، الهدف تاريخي، ولو أن الخسارة في دور النصف النهائي كانت مؤلمة فعلا. صحيح، خسارة كانت مؤلمة خصوصا بعد أن رفع المنتخب المغربي بأدائه سقف الطموحات. لم يكن أحد يتصور أن يتجاوز المنتخب المغربي دور المجموعات ب7 نقاط، وهو أعلى رصيد من بين المتأهلين إلى الدور الثاني إلى جانب إنجلترا وهولندا. لم يكن أحد أيضا يتصور أن المنتخب المغربي سيتمكن من تجاوز منتخب إسبانيا، من تجاوز منتخب البرتغال، وبالتالي الإقصاء صحيح كان مريرا، وهذا شاهدته بأم عيني كيف خرج اللاعبون. أناحي واحد من أفضل وأميز اللاعبين في هذه النسخة لم يتوقف عن البكاء، سواء في الممر المؤدي إلى غرف الملابس أو حتى في غرف الملابس حسب ما وصلني. أيضا أشرف حكيمي كان متأثرا جدا وهو برفقة زميله كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.